لما كنت 6 سنين وبتلعب في شقتك سوري، غيرك كان بيصنع اخطر لعبة بتقتل الناس وتخليهم ينتحروا. ما تبقاش مغفل، ما اكيد مش الحوت الازرق. لعبة تو ماتش جيم بطلنا يوريتشي، اول ما تشوفه تقول طاهر القلب نقي ذاكر لله. بس على مين؟ هو اللي اسس اول نسخة من اللعبة، هو لسه عيل، ولما كبر وربنا تاب عليه من الشغلانة الوسخة ديت وعمل صحاب، واحد مغفل منهم دخلهم النسخة الحديثة من اللعبة، وفكرتها الفلوس اهم ولا الصحاب؟ سؤال صعب. ومن هنا بتبدأ أقوى شخصية سايكو في تاريخ المانجا. وأنا هنا بتكلم عن المانجا مش الأنمي، عشان المانجا رسمها أجمد وعشان الباقة بتشطب. نيجي لتحليل شخصية يوريتشي. في الأول تحسه حقير، بس لما تتعمق فيه هو فعلا حقير، بس عنده مبدأ، هيفضل في صفك طول ما انت في صفه. بس خليك عارف ان كل شخصيات المانجا دي شخصيات بنت وسخة غدارة، فيب هو حقيرته للمانجا. شخصية بتلعب على المشاعر وبتعرف تخلي أعدائها يقعوا ببعض وهو قاعد بيتفرج. أصحابه مجرد أداة ورقة بيتصرف فيها زي البيادق، وكل واحد ليه تاريخ صلاحية. أكتر حاجة عجباني فيه تعابير وشه مرعبة، سايكو، تعابير مجنونة، بنت متناك، فجرة، جحدة، بنت وسخة، مقهرها ما عرفوش يربوها. طول الأرك بيتمسح بيه الأرض، وفي آخر فصلين بيقرب أيزن ويطلع مخطط لكل حاجة من الأول، وكل حاجة ماشية زي ما هو عاوز بالحرف. عنده خطة احتياطية للخطة الاحتياطية، وغالبا مش بيحتاجهم الاتنين عشان الخطة الأساسية بتنجح. ده مش بيلعب اللعبة، هو اللي بيحط قواعدها. تخصصه تدمير العلاقات وموهبة التحكم في المشاعر. شخصية سايكو مجنونة، من الناس اللي بتطعن بالسكينة ويقولك أنا معاك، والغريب إنك هتصدقه. جامد، فاجر، أحمد عز، المدرج، المشطشط. عدت المانجا مرتين ولسه بفكر أعيدها التالتة. لو عجبك الفيديو ما تبقاش خنزير بشري، وحط لايك واشتراك، واستنى الفيديو الجاي عن فخامة أيانوكوشي. この世は勝つことが全てだろう。